تخيل تكسب أول 1000 جنيه من الإنترنت ومن غير ما يكون عندك منتج ومن غير ما تشحن أو ترد على العملاء. المجال ده اسمه أفيليت ماركتينج، يعني تسويق العمولة، وده من أسرع وأسهل الطرق اللي بنعمل منه فلوس أونلاين دلوقتي. وفي الفيديو ده هقولك يعني إيه أفيليت ماركتينج وليه دلوقتي ده أنسب وقت تبدأ فيه، وأهم حاجة خطوات عملية تبدأ بيها النهاردة وتحقق أول بيع ليك. ركز معايا للنهاية لأن في الآخر هقولك على نصيحة لو عملتها هتزود أرباحك أضعاف. ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يعني ايه افيليت ماركتنج؟ الافيليت ماركتنج ببساطه هو انك تكون وسيط ذكي. شركه بيكون عندها منتج جاهز وانت بتبدا تسوقه، وكل حد بيشتري عن طريقك بتاخد عموله. تعال اقول لك مثال بسيط. لو بتسوق كورس ثمنه مثلا $100 وعمولتك 50%، يعني $50 لكل بيع. يعني لو بعت 20 بيعة في الشهر هتعمل $1000، وده كله من غير ما يكون عندك منتج أصلا. تعال أقول لك ليه الأفيليت ماركتنج دلوقتي هي فرصة ذهبية ليك تبدأ بيها دلوقتي. أول حاجة لأن في ملايين من الناس بتشتري أونلاين، والفكرة إنك مش محتاج رأس مال عشان تبدأ، يعني ممكن تبدأ مجانا. أدوات الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقت بتسهل كل حاجة، صور وفيديوهات وحتى كتابة إعلانات. والفكرة إنك مش محتاج خبرة ضخمة، أي حد يقدر يبدأ بالموبايل بتاعه. تعالى بقى أقولك على الخطوات العملية اللي تبدأ بيها. اختار مجال عليه طلب عالي زي التعليم وتطوير الذات، كورسات لغات، تنمية بشرية، أو أدوات ذكاء اصطناعي بقت ترند رهيب دلوقتي وبتحقق مبيعات ضخمة. تالت حاجة معانا زي الصحة واللياقة البدنية والمكملات الغذائية. تعالى بقى أقولك على المنصات العالمية والعربية اللي تخص الأفيليت ماركتينج. منصات عالمية زي إمباكت وكليك بانك أو ديجي ستور 24، وفي منصات عربية زي جوميا وزي نون أو خمسات. تالت حاجة لازم تختار المنتج الصح، إن تكون عمولته محترمة تعدي 20%. منتج بيوصل لحل مشكلة حقيقية، يعني مثلا تختار أداة ذكاء اصطناعي سعرها $50 وعمولتك 25% على كل بيع. رابع حاجة وهي إزاي تروج للمنتج بتاعك. أسهل طريقة هي الفيديوهات القصيرة. اعمل فيديوهات بتوري حل المشكلة اللي المنتج بيحلها، يعني مثلا أداة بتكتب محتوى كامل في دقيقتين. جربتها وشوف النتيجة. تاني حاجة تختار المنصات المناسبة للترويج، وأهم 3 منصات تقدر تروج عليهم هما تيك توك وانستجرام ويوتيوب شورت. دي اسرع طريقه تجيب بيها مشاهدات. وقدم قيمه ما قبل البيع، يعني ما تحطش اللينك وخلاص. اشرح ليه المنتج مهم وازاي هيغير في حياته. تعالى بقى اقولك على اهم النصايح اللي هتخليك تنجح في المجال ده. اختار منتج مفيد فعلا للناس وبيقدم قيمه كويسه. تاني حاجه الاستمراريه. اول بيعه ممكن تاخد معاك اسبوع او اسبوعين، بس اول بيع الموضوع بيتضاعف بسرعه، وكل فيديو جديد بتنزله هي فرصه جديده لمبيعات جديده. انا حاليا ببدا الرحله كامله مع الافيليت ماركتنج، وهنجرب سوا خطوه بخطوه وايه انجح منتج نقدر نشتغل فيه.